مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلويات على احلى ناس. اهلا بيكم فيديو جديد مع محمد طارق من قناه طارق ديزاينز. النهارده موضوعنا موضوع شيق ونعرة تقيل شويه. جايين نديك تريكايه طريقه تركيب السيراميك. ليه؟ لان دايما بتجي لنا مشكله، انا ركبت سيراميك كبير بيطلع 20 وبيفرقع، ركبت سيراميك كبير طب وبينمل او بينطر من الارضيه او عامل التبدل. يعني الحاجات دي كلها المشاكل دي جايين نتكلم عليها ونشوف الايه المشكله دي كلها عشان نشوف الموضوع ده. جاي اقول لك بشكل عملي احنا نقدر نعمل ايه ونوفر تكلفه عشان ما تعملش في ناس ثانيه ليها حل. يعني ايه الحل؟ ممكن نعمل بلاط سنجابي، وبعد ما نعمل بلاط سنجابي نحط البلاط ونبتدي ننزل بماده، او تيجي طريقه ثانيه نبقى الارضيه ونعمل محاره. بس دي تكلفه دايما العميل بيستغلاها، او انت دايما اوفر كوست. ففي حل سريع نقدر نعمله يلم معاك الكوست، لان انت لو الشرب كمان بتاعك ما يوافقش الكلام ده كله فهتلاقي الموضوع كبير جدا. من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نبدا عنها يعني اساسيات تركيب السيراميك. يعني البلاطه بكون غاسلها او يعني طلع البراده اللي فيها. من بعد البراده دي انا بكون مديها وش ماده، بعد ماده من الماده واخده اليبون وابتدي الزقها بمونه. يعني هي واخده الجسم ده اهي زي ما انتم شايفين، وابتدي اروح نازل بيها اكني بلزقها سيراميك عادي. مع ان انا اساسي لازم اركب البلاط، لان البورسلين على يعني الفتلات الكبيره ساعات بتلاقي بعض الديفوهات في كرش من النص فيه مش مجمع الكلام ده كله. فانا الحته دي لازم اكون مركب بكليبسات. الكليبسات دي طريقه تركيب الكليبسات اركبها مشبك ومشبك، بحيث او المشبك يمسك النص بالناحيتين بحيث ان هو يوزن الارضيه زي هنا او زي هنا بحيث ان هو يبقى ماسك الجنبين. لو البلاطه فيها كرش كبير باخد على الاساس وابتدي الزق الشكل بتاعي ده وابتدي اقسم المسافه بتاعتي دي كده بتديني اللي هي قيمه اللحام. يعني انا لما باجي احطها مثلا هنا اهي عندي واحط المشبك، خلاص هي خدت الوزنه اللي هي خدت معايا هنا، خدت معايا هنا وبالدقماء ابتدي ايه اكسر المشبك وادخله لغايه لما يديني وزنه واحده. فيبقى انا بالنسبه لي اهم حاجه في لقطتي في البورسلين زي ما اتفقنا الماده ثم المونه، والماده عليها سنه اديبوند مع التخليطه بتاعتها تديك عصب تكلبش في الارضيه لو انت عندك الوزنه بتاعتها. ده حل من الحلول السريعه. في ناس بقى ثانيه تقول لك ايه، نقد الارضيه ونعمل دكه. دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها انه قدام لو انت ما دكتش الارضيه على اكتر من كذا مرحله، لان هيجي لك الصنايعي يروح فرش الرمله هوب ايه عامل بوكيتين ثلاثه مالي مونه، هوب الارضيه هتبتدي تهبط او تشرخ، او لو نسبه المونه قليله الصح بتاعها لازم يكون ليها حديد كأنك عامل صب خرسانيه. طبعا انت السقف بتاعك مش هيستحمل التكلفه دي او التقل ده كله، وانت مش هتستحمل التكلفه دي عشان الارضيه دي ما تهبطش. ولان عشان الارضيه دي ما تهبطش يبقى انت كده هنا ايه هتروح عاملها بقده ومبقك وعامل محاره بتاعتك وتلزق ماده كويس. بعد فتره 2 3 4 شهر كده هتلاقي الارضيه بتهبط بتخرج في حاجات. لقطتين، او هتعملها بالطريقه الصحيحه. ايه الطريقه الصحيحه؟ احنا مش بنقول دي وحشه. الطريقه الصحيحه ان انت هتحط الرمله وتدكها وتحط رمله تاني وتدكها رمله تالت وتدكها على اكتر من كذا لاير او اكتر من كذا شريحه، ويشربوا ميه لغايه لما تمتص، لغايه لما الارض تبقى ايه الرمله دي هشه تبقى هابطه على الارض. بعد كده تبتدي انت تشتغل بيه قيمه المونه بتاعتك اللباني، وتبتدي تشتغل وتبتدي ايه وش 2 3 13 وبعد كده تكمل بقى ديبون وتكمل الشغل بتاعك. دي طريقه. في بلاط سنجابي ده مش احنا فيديو عندنا قبل كده على القناه ان احنا بنتكلم عن الخام، بس احنا على بلاط سنجابي لو هو مقاسات صغيره، بس دي تكلفه ثانيه. هحط البلاط، والمشكله ان البلاط سنجابي بيبقى ليه مشاكل، ما بتبقاش البلاطه موزونه او ملهاش وش مظبوط، فبناء على ان هي ملهاش وش برده ممكن تاثر معايا وتاخد معايا ماده كتيره جدا. يبقى انت هنا وفرت في نسبه الماده، وفرت في السيراميكا، وفرت في المونه. فانت اشتغلت على نسبه الرسم بتاعك او الرمله العاديه. دي من ضمن التريكات اللي جاي اقول لك عليها عشان تحل نفسك بيها وما تخليش حد يشتغلك. نبتدي نحط الماده وخلصنا الماده حطينا المونه، وهنبتدي هنشوف ايه بتجربه عمليه ايه طريقه يعني التجسيم بتاع او التركيب بتاعه البورسلين. هنبص هنا اهو نبتدي يفرد المونه بشكل منتظم ونقفل عليه الشكل ده، وبعد كده هنبتدي ايه زي ما انتوا اتكلمنا هنتكلم عن الكليبسات ومراحل الكليبسات، هتبتدي ايه تتكلم فيها الكلام ده كله. فانت الكليبس هيبقى ايه ظاهر معانا، وهنشوف التركيب بالطريقه دي اهي. واحده يبتدي بيمس الارضيه اهي، فمست الارضيه يبتدي يحط الكليبس اهو هناك، وبعد كده نحط ايه ده الصليبه اللي يعتبر او الكليبس اللي بيمسك
مع المشبك مع الكليبسات عشان يوزن الارضيه. هنشوف البلاطه اهي نبتدي نحطها. طبعا احنا عاملينها حكم المقاس. شايفين كده اهو، نبتدي نجمع بقى ايه بالدماء لغايه لما يقفل اللحام. زي الفل. هنبتدي نحط الكليبسات. نجيب بقى المشبك بتاعنا، هنحط المشبك دلوقتي ونحط ايه سنة المشابك بتاعتنا هنا زي هنا ده. هنبتدي نحط المشابك اهي عشان ترفع الارضية وتوزنها على الايه، ما يبقاش فيها عالي واطي ولا تتنمل ولا تبقى مرجلشة، مع ان احنا هنا الارضية مزين بالنسبة لي كده اهو. خلاص كبسة على الايه، عملناها في الاتجاهات كلها، المفروض اللي هي الاربع الاتجاهات، بس هنا عشان زنقه في الحيطه او مقاس قيمه الحيطه، فهتبقى بالنسبه لي دي كده افضل طريقه لطريقه الايه وريناها لكم عملي عشان النتيجه تبقى ايه مظبوطه. محمد تهاني، قناه تهاني. السلام عليكم.